سلام الأحباب، كي راكم دايرين؟ اليوم جبتكم المطبخ تاعي نتشاركوا مع بعض الفطور تاعنا لأول يوم في رمضان. إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والعافية وطولة العمر. اللي بدينا بوصفة الحريرة على طريقتي، وكل وحدة وطريقتها. هذه الطريقة راني معتمدتها شحال من عام، نديرها وتعجب قاع العائلة تاعي وقاع اللي ذاقوها عندي، وقاع اللي تذوقوها عجبتهم وطلبوا مني الوصفة. اليوم نبدأ على بركة الله، نتشاركوا كل حاجة، ندير لكم مقتطفات، واللي عجبتها كاش وصفة نعاودها لها من الأول نعاودها لها حتى لآخر حاجة. نبدو بوصفة الحريرة. اليوم درت اللحم، ودرنا الشحم اللي درته خدمته معاكم قبل رمضان، وطوماطش القوطي، ودرت الطوماطش ثاني خادمتها في الدار، ثاني راني خادمتها قبل، خلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. والملح واللي زيبيس قاع نديرو. وهذا جامبو اللي تاع الدجاج اللي وريته لكم في المشتريات تاعي، هذا حجم صغير كان عندي، يعني ثاني يضيف ذوق مليح مع اللحم. وهنايا الكركم، نديرو لي زيبيس اللي نقلوهم مع اللحم، هنا نديرو الكركم، ونديرو سكينجبير ثاني نديرو لي زيبيس غير شويه شويه باش نقلو مع اللحم ما يجي بنين. والبنات دائما الماكله تاعكم قلوها باش تجيكم بنينه، قلوها ومرقوا بالماء حامي ساخن، ما تديروش الماء البارد، هو اللي يصمت لكم اللحم ويصمت لكم الماكله. انا نعطيكم كل الزاستيس اللي تنجح لكم فيها الماكله تاعكم. هنايا درناه يتقلى فوق النار، نقلوه مليح، نقلو الطوماطيش مع البصل مع اللحم مع لي زيبيس اللي درناها ها بعض كيما هاك، نقلوها مليح فوق النار. هنا نجيو للتشيشه. انا درت تاع الزرع، تاع البلاد، حاجه مليحه. شوفي انا نعبر بالمغرف تاع الماكله، كل مغرف تخرج لك غرفيه تاع حريره. بول بغيتي صغير ولا كبير، المهم تخرج لك بول على حساب العائله تاعك. انتي ديري المغارف، انا نعبر بيها، راني معتمده هذا العام بحال شحال من عام راني نعبر كيما هاك، كل مغرف تخرج لك بول، نغسلها مليح بالماء البارد من السبالة، ولا المهم ما بارد مو ساخن باش ما تتعجنش. وهنا نعاودو نرجعو نقلو مليح اللحم تاعنا. درت الملح شويه، ومن بعد بغيت نزيد باش كي عارفه ما ديريش الملح ضربه واحده الخطره الاولى، باش الملح ما يطلقلكش الملح. تعرفوه كي ديروه فوق البصل والاخر يطلق الماء بزاف. انا باش يتقلى لي مليح درت غير شويه وعاودت زدت من بعد على حساب عينك هي ميزانك. انني قابضه العبر ندير غير بيدي يجي سوا، ما تجي صامطه ما تجي مالحه. درت 2 وراق الرند راكم عارفينه مليح في الحريره. هنايا درت الفول منفخ، شمخته ليله قبل، واللي ما عندهاش الفول دير الحمص، المهم وهذا غير اضافات، اللي ما بغاتش دير ما ديرش كاع. هنايا درت الجزر واللفت والقورجات، درت حبه وكثري هو الحريره تجيبها الزروديه. الجزر هو اللي الكروطه، كل واحد وكل بلاد واش تسمي، هو اللي تصنع الحريره. كثري الزروديه بزاف، ودرت شويه لفت كما قلت لكم، والحمص ولا الفول اختياري. انا كان عندي الفول، كنت مقشراته ودايرته في كونجيلاتور، زدته، هي هذه غير اضافات كل وحده وطريقتها. هنايا درت الكرافس ثاني يعطي ذوق مليح، هو والاخر اصبر. وكثر الكرافس كثري شويه زيدي شويه كميه مليحه باش يجيك بنين. ومن بعد نبدو نمرقو بالماء الحامي. اللحم نجبدوه بجهه باش ما يسماطش. تعرفوا كي ديري فوقه الماء، كي ديري فوق اللحم يسماط، دائما جبدي اللحم بجهه ومرقيه على جهه، وعمري الماء تاعك، عمري القدرة تاعك حتى الفوق، حتى وين توصل وين ترفدي، باش راكي طيب ترمي التشيشه والخضره باش طيب مليح، باش ما تنقصكش المرقه تودي تزيدي من بعد البويون تزيديه من بعد. عمري الخديمه تاعك كيما كي تشوفي، ومن بعد نرمو التشيشه اللي غسلناها مليح بالماء،
وما ديريش الماء، نعاود لك، ما ديريش الماء حامي، ديري الماء بارد من السبالة باش ما تعجنش التشيشة. وارمي كيما هاكا. انا نعطيك كل الطرق من اول حاجه لاخر حاجه باش تنجح معاك الوصفه. ما نعطيكش حاجه كيما هاكا، نبغي نشرح مليح باش الناس تفهمني. المهم هذه هي التيشه درناها دركي. ودركي هذه ريحه الشايب كيما نقولوا، ولا ريحه شيء، كل واحد مانيش عارفه كل منطقه وش يسموها. المهم احنا نسموها ريحه الشايب. ديري غير حاجه قليله كيما هاكا. والاخر والسانوج والحلبة، انا كل شيء نرميه على ضربة مع بعض وبعد نرحيهم. هنا جينا الحلو نكهيه باللافاني بودرة، تجي فيها واحد الذوق. جربوها وردوا لي الخبر. انا شحال من عام راني نديرها كيما هاك، نخلط اللافاني مع البرقوق والزبيب والمشماش ونديره يفور. ومن بعد نجيو هنايا نصبو الطاجين تاعه، نديرو مغرف سمن. ولا ما عندكش السمن ديري الزبده. انا ما نستعملش فيه الزيت، ندير السمن والله الزبده اللي كانت واجدتني، اللي كانت حاضره في الدار نديرها. مهم ندير عود قرفه وواحده نجمه الارض وزعفران. لا زعفران على حساب اللي يعطيك الكولر باش ما يجيكش كحل. ما تهزيش الطاجين كي تكوني كي ديري فيه البرقوق باش ما تحركيش بزاف باش ما يجيكش كحل. كاين بزاف اخوات يتشكوا من هذا الموضوع، يقول لك الحلو راه يجيني كحل. وديري سكين جبير يعطيه واحد الذوق. انا دائما هذه الاضافه نزيدها من بعد، ديرها في الطاجين تاعي ومرقته ودرته فوق النار. هنا نجو راني نقلي في البصل باش نخدم البوراك. قلي البصل مع الزيت مع شويه ملح، قليه مليح باش نضيفوا له الفيونداشي بولي والله اللي عندك. المهم اللي كاين كل وحده والمقدور تاعها. هنا نقلوه مليح في المقله ونقصوا شويه المقله ما نطلقوش عليها. وراه مع البصل لي زيبيس ديري غير الملح واللحم ديجا انا متبلينه من قبل. دائما نتبلوه باش ما يطلق ليناش هذيك الريحه في الفريجيدان. هيا ونقلوه كيما هاك مليح. نزكوه بالبصل باش يجيك بحال يقطع لك كميه مليحه، ما تجيكش سيرتو العائله يليق تزكيه بحاجه. هنايا درت شويه مطارد باش يقلع الذوق تاع ريحه الدجاج، ديك الريحه القاويه. وخلطت كيما هكا مليح، قليته نقلوه مليح مع البصل والملح ولي زيبيز كيما هكا. نقلوه ونخلوه حتى ينشف، ما نخلوهش به بالماء تاعه باش ما ينفخلكش الاخر. هنا توابل كيري تاع الدجاج خاصة عند العشاب، قاع الناس راها تعرف ويتباعوا، راهم جايبين كل شيء راهم جايبينه. هنا سكين جبير ثاني مليح للدجاج كيما تعرفوا. ثاني ندير رشة خفيفة كيما هاك، ماهيش رشة مش حاجة ياسرة. مهم لي زيبيس ما تكثروش بزاف، شوية عكري ما تكثريش لي زيبيس باش ما تقواش على الذوق تاع اللحم. ما يجيش قاع فيه بنة اللحم، غير بنة لي زيبيس. ديري غير شوية شوية باش تنكهيها برك. هنا شوية كركم. نخلطوهم مليح في المقلة. ورانا عاينة هي ميزانة شوية توم يابس وشوية توم بصل يابس عفوا. هنا حبة كحلة ثاني درت شوية. مهم عطريه مليح باش تجي الذوق تاعه مليح. الملح انا دائما نديره من تالي كما تعرفوا. هو يطلق الماء في مع البصل والاخر يكسر لك الكو تاع الاخر ما يجيش مليح. ارمي حتى من تالي باش ما كيف فاهمه ما تجيك الذوق مليح. هنايا اني درت رميت الاخر من بعد ما فورت الحلو فوق لافابير. هنايا رميته فوق البويون اللي خدمناه مع بعض لاصوص تاعه. وهنا درت السكر انا ما نديرش بالعبار والله، ندير عيني هي ميزاني يخرج نيشان. خطرات ندير نص كاس، خطرات ربع مغارف كبار على حساب. المهم على حساب شحال راكي دايره حلو. هنايا طيبت حبه بطاطا لافارس تاع الديول. ودرت فرماج كريمي هذاك ورابيت. وهذاك اللحم الدجاج اللي خدمناه مع بعض مع البصل قطعت معاه ثاني شويه زيتون طيبته على جهه، قلعت له ديك الملوحيه تاعه. ودركي كل شيء راني خلط فيه مع بعض تجي واحد لافاغس علامه وتجي زاكيه تعمر لك بزاف، سيرتو اللي عندها العائله تعاونها
ماشي قد الناس غير اللحم وحده، الآخر دايما الواحد يدير كيما هاكا وصفات اقتصادية باش تعاوني بها الناس. درت معاه حبة بطاطا، شوية فرماج وشوية رابي، والفرماج اللي وريته معاكم داك تاع البيدو راه بروموسيو ثاني، شرو في ذا شهر رمضان يعاونكم. شوية زيتون مقطع والدجاج داك اللي خدمناه مع بعض والبصل، وندخلهم مليح مع بعض كيما هاك وخلوها حتى تبرد. تخدموش بها الديول تاعكم، البوراك تاعكم ما تخدموهش وهي حامية باش ما يتنفخش، باش يجي فيه ديك القرمشة. انا نبغي نعطيكم لي زاستيس كيما راني متعلمتها، نبغي نوريكم، ما نبغيش نعطيكم حاجة كيما هاكا ونخليكم. هنايا بديت ندير حبة وحدة نيشان باش ما كل واحد ياكل حبة، ما يزيدش، حبة وحدة تكفي، خير ما كل واحد ديري له 2 حبات ومنا. هذه حبة يضربها تقهمه، ما يزيدش يعاود ياكل. هيا كيما هاكا نخدموها، نعمرو لافاغس كيما راكم تشوفوا الطريقة هنا تاع السيجار وكاين اللي يخدم برايوات، كاين كل واحد وكيفاه يخدمه. هنا كيما هاك راه الديول جديد يتبلع وحده، ما تنجم ما ديري ما تبلعي حتى بحاجة، واللي يتحل عليه تحليها الديول. دير شوية ما وفرينة وبانسو وتبلع الحاشية. هنايا انا نصبت في خديمة وعندي هذه تاع الطين ما نصبش فيها، هذه كي نطحن نعقد فيها الحريرة تجي فيها واحد الذوق. شحال من عام راني نديرها كيما هاك. الرحال اللي وريتها لكم في المشتريات تاوعي اللي يتبعوني في المشتريات، هذه هي راني أول حريرة نديرها فيها نطحنها فيها، هذه هي. وهذيك القدرة تاع الطيرها عندي في شحال من عام راني نخدم بيها، دايما نطحن فيها، مستحفظة عليها، ما نصبش فيها باش ما تكسرليش. دايما ندير كي نطحن الحريرة نديرها فيها ونقص عليها ونخليها طيب، تجي واحد الحريرة الحمد لله. دايما اللي ذاقها يشكرها وتعجبه، والحمد لله يا ربي. المهم الواحد يتعلم حوايج ويوريها للناس، صدقة جارية. مهم ادعوا لي في هذا رمضان إن شاء الله أي حاجة بحال تعلموها ولا تدوها مني، دايما تفكروني بالدعاء. هذا ماني باغية حتى حاجة. المهم الواحد يدعي لخوه بالنجاح وبالتوفيق بالأمور. سبحان الله، كل واحد يتمنى الخير للآخر. هذه هي راني ندخلتكم في المطبخ تاعي تشاركوني فطوري، اول فطور تاع رمضان رانا نخدمو فيه مع بعضنا. راكم معايا في الكوزينة حاضرين، نقول مرحبا بكم. وهذه هي راني نطحن فيها دوك حتى نكملها كاع نطحنها. وانا كلشي راني دايرته دوك، ما نزيد غير دوك قدامكم دوك تشوفوا واش نزيد، غير الحوايج اللي قعدت كيما الشيشة، الآخر الحلبة، السانوش، كلشي نطحنه، ما نخليش دوك الحبيبات الواحد يقعد ياكل ويفرز كيما نقولوا. كل حاجة تكون مرحية مع لاصوف، ماهوش نقعدوا عاد فما نقلعوا فيها. كاين اللي ما يبغيش ذوق، ما يبغيش حبات الحلبة في فمه، كاين اللي ما يبغيش السانوش، كاين. أنا درت هذه الطريقة، راني في شحال من عام معتمدتها. نخدم حريرتي كيما هاك، راني طحنتها. حنا من محبي الحرور، راكم تشوفوا شحال راني ندير الحرور 3 هاكا 4، ونزيد المطحون ثاني المطحون. هنا ضفت القزبر والثوم اللي طحنتهم، وزدت لحية الشايب هذه غير حاجة قليلة، غير باش تطلق الريحة، ماهيش ما تكثريش منها. زدت الطوماطيش تاع القوط اللي بقاتلي باش على بال اللون الكولير تاع الحريرة. كيما هاكا خلطتها مليح، وكي نخلطها دوك نديرها ثاني فوق النار، نقص عليها ونخليها مع الفطور تجي سوا. هنا يعني نخدمو في الفلون تاع الطبقات. اول طبقة نديرو طبقة تاع الشوكولا ونخلوها حتى تبرد، حتى تجمد مليح، تحسي بها راها بردت مليح، عاد زيدي الطبقة الثانية باش ما تخلط لكش مع بعض. هذه هي الفلون، يجي 3 أذواق فوق بعضهم. ولا بغيتي تكبري الكاس، كاين اللي يدير حتى الربع 5، كل واحد وكيفاه. أنا هذو يرفدوا لي 3 طبقات، راني عابرتهم هذو غام كان اللي وريتهم لكم في المشتريات تاعي. هنا راه برد الفلون تاع الشيكولا التحتاني، راه برد مليح.
زدت عليه الذوق تاع الكراميل، درت الأذواق مع بعضها باش تجي متناسقة الذوق مع الذوق يجيو قاع كيف كيف، ما تجيش ذوق تعليم مع شيكولا مع فرز مع. أنا ما نبغيش كيما ها كل وحدة وطريقتها. المهم أنا وريتكم هنا الحريرة راها راكم تشوفوا ما شاء الله راها قريب توجد. دوك يقعدولنا غير لي زيبيس. دوك نوريكم لي زيبيس اللي نديرهم. هنايا ثاني فتنا الماسيدوان، طيبت الروز تعرفوا قاع طريقته كيفاه يطيب. هنا طيبت الروز، طيبت تليتلي، ديك شو لسان الطير كيما يقولك، كل واحد واش يقول لسان الطير. و دوك كيما هاكا نخلطو الروز مليح، نديرو معاه الجلبان فورته مع الزرودية مع البطاطا هادو قاع فورتهم، نزيدوهم مع الروز تاعنا، ونزيدو المايس يعني كمية مليحة باش يجي البنة تاعه مع الخضرة قاع مع بعض. هنايا درت نص من طون تاع طوماطيش، سدت الزيت تاعه قلعته وخليت غير الطون. دوك نخلطه مليح مع الماسيدوان كيما هاكا نخلطهم. والفينيغريت ثاني خدمتها، درت الزيت الخل شوية خردل. المهم هذه هي. والفلون هاهو تاعنا زدت الطبقة الثالثة، جا 3 طبقات فوق بعضهم وحتى تجمد مليح الطبقة عاد زيدي الأخرى تخليهاش حامية. هنايا الطريقة تاع تقديم الطاولة درتها تقليدية، ما بغيتش نديكوري فيها بزاف. وهنا ها هو هنا الاخر لورداف اللي خدمناه، هذا هو راني كملت الديكور تاعه. ان شاء الله يعجبكم، صحة فطوركم، والى الملتقى ان شاء الله.